ارخم اورام ليفيه. ايه هي الاورام الليفيه اللي بتضايقنا جدا وبتتعبنا جدا وبتبقى؟ هل هو مثلا اللي حجمه 20 سم؟ هل هو اللي ضاغط على قناه فالوب؟ هل هو اللي جاي في عنق الرحم؟ ارخم اورام ليفيه فعلا بتقابلنا الاورام الليفيه اللي واصله لتجويف الرحم. دي بتبقى اكتر مشاكل من اي ورم ليفي تاني، حتى لو حجمها سنتي و2 سم داخله تجويف الرحم ممكن تسبب اذى ومشكله بالنسبه لحالات كتير، زي نزيف متكرر، زي اجهاض متكرر، زي تاخر حمل. اكتر من ورم ليفي تاني ممكن يكون حجمه 10 سم بس خارج تجويف الرحم. فهي فعلا ارخم اورام ليفيه بنشوفها هي الاورام الليفيه اللي واصله لتجويف الرحم، ودي بمجرد تشخيصها لازم تتعالج فورا، لان احنا ممكن لو لحقناها في البدايات تتعالج بمنظار رحمي من غير ما نفتح جراحه ولا نفتح منظار بطن ولا الكلام ده كله. بالمنظار الرحمي نقشر الورم الليفي ده من جوه تجويف الرحم ونحافظ على تجويف الرحم. فاي حاله تشخص عندها ورم ليفي حتى لو صغير، حتى لو سنتي، حتى لو 2 سم داخل تجويف الرحم، يا ريت يتعمل في اقرب وقت ممكن عشان ما يدخلناش في مضاعفات كتير ويسبب ضعف في بطانه الرحم ويسبب التصاقات في بطانه الرحم فيما بعد حتى لو اتشال جراحه او منظار.